السلام عليكم. موضوع اليوم هو ما يسمى Big Data، بالعربية ممكن نقول البيانات الكثيرة أو المعلومات الكثيرة. كان هذا من بين المواضيع التي أنا والأخ خالد مولعون بها، وتبادلنا فيها عدد من الكتب، بل في قبل بضعة شهور كنا اشتركنا في مشروع لبرنامج تلفزيوني أعتقد أنه سيظهر في رمضان، وكان من المواضيع التي بحثنا فيها أنا وياه وقدمنا عدد من المعلومات لهذا البرنامج. كان موضوع البيج داتا. لماذا موضوع البيج داتا هذا؟ لأن فعلا صار بمقدورنا اليوم إنتاج كمية هائلة رهيبة جدا من المعلومات والتعامل معها بشكل إيجابي وربما يكون سلبي في بعض الأحيان. خلينا نأخذ بعض الأمثلة أولا عن هذا البيج داتا. أولا اليوم مثلا الإنترنت في دقيقة واحدة يرسل الناس أكثر من 200 مليون إيميل، 200 مليون إيميل في الدقيقة الواحدة. لو حسبنا كم المعلومات التي تنتج في الإنترنت في ساعة واحدة فإنها تمثل مقدار 10 مليار قرص DVD. تصوروا أنتم قرص DVD كل واحد كم يحمل من المعلومات؟ 10 مليار منها في ساعة واحدة. يعني إذا اعتبرنا أن القرص هذا مثلا سمكه 1 مليمتر وحطينا هذه الأقراص واحد فوق واحد، يوصل سمك هذا إلى قطر الأرض الذي هو أكثر من حوالي 10,000 كيلومتر. في اليوم الواحد ينتج تويتر لحاله ما يمثل حوالي 6 مليار صفحة من المعلومات، يعني نص، كلمات، جمل، صور، إلى آخره. 6 مليار صفحة في اليوم الواحد من طرف تويتر لحاله. المسألة الثانية أن هذا العدد من المعلومات يتزايد بشكل رهيب. يعني إذا حسبنا مثلا عدد المعلومات، كم المعلومات كاملا الذي أنتجته البشرية منذ ما قبل التاريخ إلى سنة 2003 من كما قلت كتابات، أشعار، رسوم، ثم بعد ذلك صار عندنا تصوير فوتوغرافي إلى آخره، نجد أن ذلك يمثل حوالي 5 مليار كتاب. طبعا هي ليست كلها كتب، كما قلت هي معلومات من أنواع مختلفة، لكن كمية المعلومات التي فيها تمثل حوالي 5 مليار كتاب. هذا الكم من المعلومات من فجر التاريخ إلى سنة 2003 أنتجته البشرية سنة 2011 في يومين فقط، في يومين. وفي سنة 2013 أنتجت نفس الكمية من المعلومات هذه في 10 دقائق. يعني كمية المعلومات التي تنتج الآن رهيبة جدا وفي تسارع عظيم. الآن من أين تأتي هذه المعلومات؟ كيف تسجل هذه المعلومات؟ وما الذي ينتج هذا الكم الرهيب من المعلومات؟ أول شيء طبعا الكمبيوترات. من صار عندنا كمبيوترات وصار عندنا إنترنت، صار عندنا كم رهيب جدا من كل ما نقرأ على الكمبيوتر، ما نشاهد على الكمبيوتر، نتواصل عن طريق الكمبيوتر. كل معلومات المسجلة أو المنتجة من طرف الكمبيوترات المختلفة هذه تعتبر كم رهيب جدا. بل الأدهى والأمر أن كل هذه المعلومات مخزنة مسجلة في مكان ما، وسنعود إلى هذا بعد لحظة. الشيء الثاني الذي استجد منذ حوالي 10 سنوات الآن أن كمية المعلومات التي ننتجها وأحيانا نخزنها أو نتبادلها عن طريق الموبايلات، عن طريق الهواتف النقالة التي الآن صارت كمبيوترات متحركة. فمثلا من أبسط الأشياء التي تسجل عن طريق الهواتف النقالة الموقع الذي أنا فيه. فمثلا أنا الآن معايا موبايلي هذا، فعن طريق أبراج الاتصال تعرف هذه الأبراج موقعي بحوالي 500 متر. يعني هنا ممكن تحدد بحوالي 500 متر. لكن عن طريق الGPS الذي فيه بالأقمار الصناعية التي تحدد موقعي وموقع أي سيارة إلى آخره، ممكن تحدد موقعي بحدود 5 متر إلى 8 متر، يعني بدقة رهيبة جدا. ثاني شيء معنى هذا أن إذا عرفنا موقعي أنا في هذه اللحظة، أقمار صناعية تعرف موقعي، أبراج الاتصال تعرف موقعي، وتعرف موقع خالد مثلا، وتعرف موقع إحسان. فالآن هذه الشركات تعرف أني أنا في هذه اللحظة مع خالد ومع إحسان. صار معروف مش فقط موقعي، مع من أنا، وكم وقت قضينا مع بعض، وإلى أين تحركنا. كنا في مكان كذا ثم تحركنا إلى مكان كذا. ثم عندما تحركنا يمكن أن تحدد سرعتنا. افترض أنه طلعنا في سيارة وتحركنا من مكان إلى مكان. إذا قطعنا مثلا تلك المسافة التي تعرفها الأقمار الصناعية بدقة فائقة، قلنا كل 5 متر،
فمعنى هذا أنها تعرف بأي سرعة نحن نتحرك. طبعا هذه هي تعرف بأي سرعة الهواتف تتحرك، لكن الهواتف لا تتحرك بنفسها. فيعني ممكن يجيني يعني بلاغ من الشرطة يقول لي أنت يوم كذا تحركت من مكان كذا إلى مكان كذا بسرعة زيادة عن السرعة المسموح بها، وعليك غرامة مثلا. ثم نعرف مثلا أني أنا تحركت إلى محل معين، ثم قضيت فيه فترة أكبر أو أقل، ثم تحركت إلى محل آخر، ثم إذا بمتابعة المحلات التي أذهب إليها أنا، والتي يذهب إليها خالد، والتي يذهب إليها كل البشر الذين حوالينا، يصير الشركات تعرف أي محلات يرغب فيها الناس أكثر، وفي أي أيام، وفي أي ساعات، ومتى كانت مثلا بضاعة معينة جديدة ظهرت فجاء إليها الناس. فصار عندنا الآن قدرة على أن نتابع سلوك الناس بشكل تفصيلي، سواء ما يقرؤون على الكمبيوتر، سواء ما يشاهدون، مع من يتواصلون، أين هم، في أي مكان، بأي سرعة يتحركون، أي محلات يذهبون، تعشيت أنا في أي مطعم، تعشيت مع من تعشيت. كل هذا مسجل الآن عندنا، وقد يشكل يعني هاجس الآن في هذا العملية، يعني الحياة الخاصة، ما يسمى بالحياة الخاصة privacy، صارت مؤرقة كثيرا يعني في العالم، لأن الشركات الأهم من هذا مش فقط الحكومات أو الشرطة، حتى الشركات التي لديها هذه المعلومات تبيعها وتشتريها وتتحكم في المعلومات التي هي معلوماتي أنا أصلا. يعني مثلا كل التطبيقات التي موجودة على هواتفنا النقالة، معظمها التي ننزلها احنا، مثلا افتح تطبيق كذا، افتح تطبيق كذا، كلما تنزل انت تطبيق لاحظتم لا شك أنه يطلب منك الموافقة على أنه راح يأخذ منك المعلومات التالية. أحيانا يقول لك أريد أكسس إلى الصور التي عندك، وأريد أكسس إلى موقعك، وأريد أكسس إلى إيميلات، وأريد أكسس. قبلت أم لا تقبل؟ إذا كان تطبيق مهم جدا الناس يقولوا أوكي موافق موافق، إذا كان تطبيق مش مهم كثير الناس يقولوا لا لا لا, لا أريد أن هذا التطبيق عنده يأخذ مني كل معلوماتي. لماذا يريد كل هذه المعلومات؟ لأنه يستفيد منها، يحللها، يقارنها مع معلومات أشخاص آخرين، يبيعها. هذه ثروة، فهو قاعد يأخذ مني معلومات بموافقتي معظم الوقت، ويبيعها ويتصرف فيها يفعل بها ما يريد. فهذه مشكلة. فهذه يعني الآن الناس خاصة في الغرب يفكرون ويتناقشون بشكل مطول ورهيب عما يجب أن نقوم به، أو ما هي الشروط التي يجب أن نضعها في تعاملنا بهذه المعلومات. عندما يحدث أي زلزال في أي مكان ما في العالم، ويبدأ الناس يرسلون معلومات، أو أصيب كذا، صار عندنا كذا، صارت هزة ثانية إلى آخره، تويتر بمقداره أن يعطينا معلومات عن الزلزال وتطور الزلزال وأين حدث وبأي تأثيرات إلى آخره أسرع بكثير من أجهزة رصد الزلازل، وبالتالي يعني مساعدة المصابين، مساعدة يعني تفادي الأضرار إلى آخره. كل هذه المعلومات الآن يمكن أن نستفيد منها بالإيجاب، كما هناك مجموعة من الأخطار يجب أن ننتبه إليها. وهذا هو مستقبل البيج داتا الذي أمامنا. البشرية الآن على أبواب مرحلة جديدة من حياتها الاجتماعية أو المعلوماتية أو الفكرية أو الثقافية، وإن شاء الله يكون خير.